السلام عليكم. اليوم راح لكم اسهل شرح لغز موب سيتادل. بس قبل لا ابلش نصيحة حق اي انسان يخلص البوس فايت طون هالاوجمنتس على ستامنا، خصوصا هذا هوت فت. اول خطوة راح تكون نفتح التطوير بكل سهولة، راح نكسر القفل من هذا الجنريتر، راح يرسم البوس جدا سهل. المفروض عندك سلاح ازرق يعني يكون ايزي نو بروب. بعد ما تذبح البوس راح يطيح قطعة اللي هي الكريستال الاحمر، كل عليك تاخذه تحطه بالجنريتر وبوم، هذا التطوير بكل سهولة جدا جدا بسيط ما يبي اي شيء. وبعد ما نفتح تطوير راح نروح نتكلم مع جابريل كروس مني ورا ذاك ريفايف. طبعا بس عليك تطق مربع وخلاص، يعني تسحب عليه مو مشكلة. طبعا بعد ما يخلص يقرق كرافت راح نروح غرفة ستامنا، راح نحصل على الاوراق هذه، راح تكون على الطوفة. طبعا كل جيم راح يكون عشوائي لكن راح يكون جدا واضح. الليت راح يكون شاب احمر على الورقة، راح ناخذ 4 منهم وراح نحتفظ فيهم حق نهاية اللغز تقريبا. الحين راح نركب سيف الأسد، طبعا جدا جدا سهل. راح ناخذ الختم كالعادة، نروح حق التمثال اللي عليه أسد، زين راح يرسبونهم باراسايت شابين لون أصفر شيء، فكل عليك تذبحهم بالسيف وتطعن الباب بس بكل اختصار. 4 منهم وخلاص راح تدش الغرفة. فالحين كل عليك تسوي طق مربع راح يدخلك على طول. أول ما يدخلك حط السيف مني وراح يطلعوا لك 4 علامات، طقهم بالترتيب مثل ما يطلع لك بالفيديو. اتوقع ان كل جيم نفس الشيء، مو متاكد صراحه، بس لعبت 3 جيم وكان كله نفس الشيء. بالترتيب هذا بالضبط ترميه ومبروك عليك السيف. الحين راح نرجع صوب البيرك الجديد، راح نرمي الكريستال اللي فوقه، وعشان ترد يعني تعيد نيشن الاضاءه لازم تروح تحتها بالضبط وترمي مثل ما نشوف الحين بالفيديو. ترمي وبعد مره نبي هذا النبي حقهم كلهم. فباختصار راح تعيد الخطوه كذا مره لين توصل حق القطعه. بعد ما تاخذ قطعه راح نوصلها عند العلامه اللي على الارض، وبكل اختصار راح تذبح ما بين 10 الى 20 زومبي. تذبح سلاحك بالنايف اللي رايحك، لكن اهم شيء انه تذبح بالمنطقه، لانه باختصار سول بوكس يعني هذا هو. بعد ما تخلص راح يطلع لك الصندوق هذا، كل اللي تسوي انك تنيفه بالسيف وراح يفتح لايت انكنتيشن. بعد ما خلصنا سيف الاسد راح نسوي سيف التنين، كل عليك تاخذ ختم ثاني وتي عند التمثال هذا اللي عليه تنين بالنص، تلعس مربع وخلاص راح يعطيك سيف جديد. بعد ما ناخذ سيف اني صوب جاجر نحط السيف بهالمكان. طبعا حق الخطوه انصحكم يكون عندكم جاجر لان راح تدمجون، ولكن تسوون بدون جاجر انصحكم بس يعني عشان ما تضيعون وقتكم. طبعا الخطوه هذه جدا سهله، كل عليكم انكم تاخذون نار من 3 اماكن مختلفه. اول مكان راح يكون على يسار السبون، بعد ما ناخذ اول واحد راح نرجع للتنين. طبعا اذا خذيت دمج كل اللي تسوي انك تنيف وراح تهيل، راح يرسلون الزومبيز فلا تحاتي. اذبح اي زومبي راح تهيل على طول فل، هذا تحل مشكلتك. ثاني مكان راح يكون بالسبون على طول، ما نشوف. طبعا انا قاعد اروح ابعد شيء عشان افتك منهم، وبعدين نرجع للتنين مره ثانيه. واخر واحده راح تكون جدا قريبه على يسار القصر او على يسار البوابه. بعد ما ناخذ اخر نار بس كل اللي نسويه نرجع حق التنين وبس. مبروك عليك سيف التنين اسرع سريع. بعد ما ناخذ سيف التنين الحين لازم نطلع القطع مالته. طبعا لازم نولع 3 اماكن مختلفه. اول مكان راح يكون على يسار القصر مني، تستخدم مولوتوف او سيف النار اللي يريحك. انا صراحه استخدمت اثنين لان السيف يطول على ما تشحنه. هذا اول مكان. وهذا ثاني مكان. طبعا مو لازم نسوي باي ترتيب، عادي سوي باي ترتيب يريحك، لكن هذا الترتيب اللي يريحنا بالجيم. وهذا اخر مكان راح استخدم مولوتوف مثل ما تشوف وبس. هذا 3 اماكن لازم تولعها بنار. بعد ما نولع النار راح يرسم وحش الموب، راح يطيح قطعه على شكل صليب تقريبا لازم ناخذها. بعد ما ناخذها كل اللي نسويه اني صوب من القصر ونحط القطعه على الارض، وراح نعيد نفس الخطوه اللي توه ان نعبي ارواح وبس. ولما نخلص راح يرسم صندوق، كل عليك انك تنيفه بالسيف وخلاص. هذه الخاصيه النار خلصنا. والحين راح نسوي سيف الظلام او الغراب اللي تبون تسمونه. ناخذ ختم
وني عند التمثال اللي على كتف غراب، نعطيه الختم وراح يعطينا سيف جديد. طبعا راح احاول اختصر لكم الطريقه اكثر ما اقدر. كل اللي عليكم تسوونه ان تاخذون السيف وتروحون الغرفه اللي وراء التمثال. راح يكون في كذا سبون للعظام. اول سبون راح يكون مني على الطاوله، ثاني سبون راح يكون على الرف مثل ما نشوف مني، ومني بعد في مكان سبون، وعلى الطاوله هذه بعد مني ومني. هذه تقريبا 5 سبونات اللي موجوده حق شو اسمه عظام. وبعد ما اخذناها نروح السبون عند الفرد مني. كل اللي تسوي انك تضغط مربع وراح تدخل سيفك بالطوفه. طبعا في حل حق كل جمجمه راح احط لك اياها الحين على الشاشه، هذا الحلول للجميع. راح نلف اللي داخل بهالطريقه مثل ما اشوف الحين انا. السهم او المثلث عليه شرطه وش اسمه برج الجيميناي، فبس راح نسوي سبمت والمفروض يفتح لكم اني بوابه. الكور هذه راح تتبعك، فاللي عليك انه بس تجيب الكور هذه وتدخلها تحت. طبعا بعد ما سوينا هذه راح تنتقل لفوق، نعيد نفس الخطوه. خلصنا ثاني واحده، واخر واحده راح تكون فوق مني صوب طاوله البلياردو. بعد ما تخلص هذه راح تنزل الاورب مره ثانيه لتحت، بس كل اللي عليك تضغط مربع راح يفتح بوابه. ومبروك عليك سيف الغراب او الفويد سورد اللي تبون تسوونه. بعد ما اخذناه راح نروح غرفه التطوير. راح يكون في نفق على اليسار راح نشتريه، وراح نركز على الجهه اليمين. راح يكون في غراب لازم نرميه، راح يكون كله نفس المكان. راح ننزل شويه، خليك مأيم على الجهه اليمين، هذا هو نرميه على السريع. راح يطير بعدها، راح يكون فوق مثل ما نشوف نرميه وراح يطيح لكم ريل. بعدها راح نروح الغرفة اللي صوب التطوير، راح تكون في علامة على الأرض. نسوي نفس الخطوات اللي طافت، نحط الريل ونعبي أرواح وبس. المفروض تفتح خاصية الغراب. باقي آخر سيف اللي هو الكهرباء. طبعا كالعادة راح ناخذ ختم وراح نكمل الخطوات. ما ناخذ الختم راح نيجي عند اللي لابس الغزال أو ظبي أو اللي هو، ونعطيه الختم. المفروض يعطينا سيف، فنستلم السيف. طبعا بعد ما نستلم السيف لازم نيجي غرفة كويك ريفايف ونذبح زومبي مدرع. راح يطيح قطعة اللي هي اللايتنج رود، ناخذها. هذا اول واحدة. حق ثاني لايتنج رود راح نحتاج نركب دواير على السلاح. ضروري هالخطوة، يعني اذا ما هذا ما راح يشتغل. اذا ما هذا ما راح يشتغل. اذا ما ركبنا الدواير ما راح يشتغل نهائيا. فبعد ما تركب الدواير راح تيجي صوب بيرك سويت كولا مني، نرمي هذا راح يطيحنا اللايتنج رود الثاني. واخر لايتنج رود راح نحصله مني، بس تطلع من السبون على اليسار صوب بيرك ديد شيت، هذا هو اللايتنج رود. طبعا بعد ما نجمع الثلاثة لايتنج رود، كل اللي نسويه نجي مني القصر فوق، نركب ثلاثتهم. بعد ما نركب اللايتنج رود راح نذبح بالسيف الين ما ينشحن بالكهرباء مثل ما نشوف، ونيف اللايتنج رود. هذا ثاني مرة وهذه ثالث مرة. بس بعد ما تعبيها 3 مرات بس تحط النايف او سيف. مبروك عليك سيف الرعد. بعد ما ركبنا السيف راح نجي غرفة ديد شوت، نرمي مني بالضبط راح يطلع لنا جوتي الحصان او حذاء الحصان اللي تبون تسمونه. راح نتوجه للمدفع ونرمي نفسنا من المدفع. طبعا مو شرط تسوون هالخطوات بالترتيب، ولكن هذا الترتيب اللي انا ناسبني صراحة. فبس كل اللي نسويه بعد ما نلبس المدفع راح نشوف فوق راح يكون في غيم، وراح يطيح قطعة الأخيرة اللي نحتاجها. نرجع للسبون راح تكون العلامة على الأرض. كل اللي نسويه نعبي الأرواح للمرة الرابعة وخلاص. بهالطريقة فتحنا خاصية كل سيف. وحق هالخطوة راح نحتاج ان ننزل تحت صوب غرفة التطوير، ويكون عندنا بيرك ميلي ماكياتو النيف الطوفة راح يفتح لنا رموز. بعدها نرجع للسبون راح يكون في بطول يكون عليها رموز وبترتيب الأرقام اللاتينية. كل جيم راح تختلف الرموز، لكن البطول راح تتم نفس الأماكن. هذه هي بالضبط بالترتيب، لازم بالترتيب. راح يكون في 6 بطول بشكل عام يعني. فاذا انت سولو انصحك يعني توقف الجيم تصور تليفونك
او اذا انتم مجموعه يعني واحد يمسك الزومبي والثانيين يحفظون الرموز. بعد ما جمعنا الرموز راح نرجع المكان وراح نرميهم بالترتيب اللاتيني. بعد ما نخلص الرموز راح يفتح كتاب على يسار الرموز. اذا تذكرون الاوراق اللي جمعناها بدايه الجيم راح يمدي الحين نحطهم بالكتاب، والترتيب راح يكون كل جيم نفس الشيء، ولكن اللهم العلامات راح تختلف. فهذا الترتيب بالضبط راح نمشي عليه كل جيم، بس العلامات راح تختلف مثل ما قلت لكم. وبكل بساطه علينا نشغل الفخوخ بالترتيب ونذبح 10 زومبيات داخل كل فخ بالترتيب، 1 2 3 4 نفس وريتكم بالصوره. نذبح 10 زومبيات داخل الفخ وخلاص. هذه الخطوه جدا سهله. بعد ما خلصنا نعبي الارواح راح نروح يسار ستامنا، راح تكون في طوفه عليها الرموز اللي هي تنين غزال اسد وغراب. كل يوم راح يتغير، ولكن راح نمشي الترتيب من يمين ليسار. كل اللي عليك تسويه تستخدم الخاصيه اللي هو بالنسبه لي انا بي سي كيو، اتوقع حق الكونسل اللي يكون ال2، وتطق الانسبكت اللي هو انا مخليه واي، او اتوقع سمتعت على الكونسل مو متأكد. طبعا اول ما تطق الدقمه تتحرك مو مشكله، لانه راح تموت عرفته. فمو شرط انه تقعد قدامه يعني خلاص، لان حرفيا راح تموت. فكل عليك تسوي تشغل الخاصيه طق دقمه الانسبكت وبس تبتعد على طول. يعني كان مثل ما شفنا، بس طقيت الدقمه بعد شويه وقدرت احط السيف. طبعا وانا منتج صراحه ما ادري وين راح لقطه الاسد، لكن كلهم نفس الشيء يعني. الخاصيات كلها راح تكون موجوده في الغرفه، فراح تسهل حياتك جدا. وبس بعد ما هذا راح تحط كل السيوف مثل ما شفنا مني، تحط السيوف كلها مع بعض وراح تنزل الكرة البيضة من فوق. يلا هانت ما بقى شيء. طبعا الحين الخطوات جدا سهلة، كل عليك تسوي ان تعبي هالكرة ارواح. كل سيف راح يختلف. اول شيء راح ابلش انا بسيف الاسد لانه صراحة اكثر واحد عقدني. مكان سيف الاسد راح يكون جبال بيرك فالتشر ايد على الطوف مثل ما تشوف مني. راح نحط الكرة راح ننعس مرة يعني مرتين ورا بعض. راح نحط اول شيء بعدين نفعل. فحق سيف الاسد يعني جدا بسيط، كل اللي عليك تسويه انه بس توقف الكور هذيله، حتى ما تذبح زومبي، بس حرفيا تعدي عليهم تتاكد ان في انيميشن الاورب يطلع من الكره هذه وبس، حرفيا تخلص الخطه. بعد ما تخلص تاكد انك تاخذ الكره وراح نروح حق النار الحين. طبعا النار كل عليك انك تذبح زومبيز مع خاصيه النار. حلو، وتحط الكره مني بالطوفه ثواني بس مني بالضبط، وتفعلها. تاكد انك تفعلها، لازم تفعلها عشان يحسب لك. فانصحكم تستخدمون الخاصيه لانها صراحه جدا قويه، يعني تمسح لك الويف كامل اتوقع طقه واحده. ف مني انا استعملت النايف، ولكن بشكل عام انصح الخاصيه لان عليها كول دام بعد جدا قليل، اتوقع اقل من السيف. طبعا اعيد اكرر انا انه مو لازم تسويها باي ترتيب، يعني عادي كيف الترتيب اللي يريحك، لكن انا سويته بالترتيب اللي يضايقني اكثر. فخلصت الاسد بعدين النار والحين البرق او الرعد او الكهرباء اللي هو مني راح يكون بسبون. كل اللي تسويه هم تحط الكره تفعلها وتذبح بالخاصيه الكهربائيه. طبعا لازم بالخاصيه يعني مو بالسيف، تذبح بخاصيه السيف، ولكن السيف نفسه يعني ذبحات ميلي ما تنسى لازم تكون بالخاصيه. مثل مني شوفوا قاعد كهرب بديد واير وحسب لي. فهذا هو اخر واحده في الفيديو راح تكون الغراب، وهو تحت صوب التطوير. لا تنسى تفعل الاورب، لازم تفعلها لانه والله مليون مره جبت العيد بهالطريقه. فتاكد انك تفعل الاورب وبس تبدا تذبح بالخاصيه. مبروك عليك، خلاص حرفيا انت خلصت اللغز، بس باقي البوس فايت وامورك طيبه. واخيرا خلصنا نعب الارواح، ناخذ الاورب الاخير وراح نروح نتوجه حق الطوفه اللي فيها رسمات سيوف، وراح نحط الاورب. طبعا تنويه ما ادري اذا كلامي صح ولا لا، لكن يعني
سمعوا الكاتسين هذا كامل من الاول، لان انا سحبت عليه بهالفيديو انزين وعلق معي البوس فايت، يعني ما كان راضي يشتغل، حفظت الجيم وهذا يعني سالفه كانت صراحه. فقعدوا سمعوا الكاتسين البايخ ولكن اهم شيء انه ما يروح عليكم اللغز، لانه يطول صراحه. اخذني يمكن 4 محاولات، ما يقارب تقريبا 6 ساعات تسجيل، والله لا اعتد صراحه. فارجوكم يعني لا تصير لكم الحركه الخايسه، خصوصا داشين مع ربعكم. انا داش بروحي وتنرفزت، لو داش مع احد كان بس اتوقع انتحرت. طبعا يوتيوب قاعد يستعبط، ما راح انتحر، بس فقط للترفيه وليس اي شيء ثاني. فبس المهم راح نرجع السبون، نحط الجاردين كي بمكانه، ومني مثل ما نشوف علق عليه البوس فايت، فاضطريت ان ادز جيم ثاني. ولكن بس هذا هو الفايت مني. فاللي حاب انه ما اخرب عليه الفايت، بس مني نهايه الفيديو، اشكرك على المشاهده. واللي يبي تعليمات اي شيء يكمل الفيديو للاخر. وبس شكرا، نشوفكم على خير، مع السلامه. طبعا انا سويت الفايت سولو صراحه كان عذاب، بس والله من امتع البوس فايتات باخر كم كود للامانه. المهم اذا تبون مع عيالك فانصحكم تاخذون هذا اول واحد اللي هو شيلد اب، جدا مفيد لان تحتاج وايد شيلد صراحه. فاستراتيجيتي باختصار شديد انه كنت استخدم سلاحي حق البوس زين، والخاصيات اللي فيها الزومبي عشان يجمع فلوس واشتري ضربات. بكل اختصار هذه استراتيجيه. طبعا اوجمنت بدايه الجيم انا ليش قلت لكم تحطونه؟ لان الخاصيه لما تدفع فيها خاصيه السيف راح يحسب كانك ذابح اكويبمنت، فتحوشك سرعه مو طبيعيه، وراح تحتاجها ضد البوس، حرفيا راح تحتاجها، لان البوس عذاب والله. يعني مستحيل، وايد يتحرك وايد يدمج، فتحتاج السرعه الزايده هذه ضده، خصوصا انت بروحك. وبس والله يعني هذه اهم نصائح عندي حق البوس. واتمنى اذا عجبكم الشرح تكتبوا تحت في التعليقات لايك شير اي شيء. والله عذبني المونتاج هذا اول مره منتج كذي، مع انه خايس يعني، ولكن اتمنى تقدرون التعب. وبس يعطيكم الف عافيه، نشوفكم على خير ان شاء الله، مع السلامه.